السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معا من أجل الوطن، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثوانا. الإخوة الكرام، يلا لي مصداق الغزالي هذا ومزين قواعده في نظام الحكم. قطعا ويل لأمة يقودها التافهون يخزى فيها القادرون. هذا هو واقع أمتنا اليوم الموريتاني، ولا شك ولا ريب آه. آه. ان ما قد تألهوا الفراعنة والأباطرة والمفسدين عندنا ينجبروا جماهير تخدمهم بلا وعي. وقطعا إقامة صروح العدل الاجتماعي في بلد مختل، إلا كيف إقامة قواعد الأدب في بلد منحل أخلاقيا. بلد مختل ما تقدر السابق ما تصلح، ما تقدر تعدل فيه صروح العدل. قاعدة الثامنة من القواعد العشرة المشهر: إنما فسدت الرعية بفساد الملك، وفساد الملك بفساد العلماء، فلولا قضاة السوء وعلماء السوء لقل فساد الملك خوفا من كره. قطعا نحن هون لعدلنا هذا لا فساد ذكاء، فساد الملوك عدلوا لا فساد العلماء وفساد القضاة وفساد الملوك. لولا فساد هذا القضاة والعلماء لما فسد الملوك خوفا من الكاره. وفساد الصحافة وفساد السياسيين وفساد المجتمع بصفة عامة وباختصار قاعدتوف. وإذا أردت أن تغير وضعا خاطئا فعليك بتجهيز البديل. وأنا بعد الليلة نقول لكم البديل لهذا المجتمع أن ملينا من تسيير الرجال وفشلوا الرجال. نعلم فشلهم في هذا البلد، ما قدوا يسيروها. هذا واحد فيه لا نهبوا. وضرك النساء يا الله يتحملوا المسؤوليات في تسيير هذا البلد وإصلاحه، ورجعوا إلى السكة الصحيحة، إلى مشروع بعد دولة كان خال ومنها إلى دولة. وياك نعودوا مجهزين البديل نعتبره امرأ. وظاهر لي مولانا ان هذا ان نطرح العار على العليات، ولو ما كانوا يتخموا ولا كانوا بقايتهم في الترشح للرئاسيات. أقال اليوم موريتانيا فسدت ونطرح العار على العليات فيها انهم يترشحوا المنصب رئيس الجمهورية من اجل اصلاح البلد وارجاعوا الى السكة. ولو انه اصلاح واصلاح المجتمع، هذا المجتمع فيه خلل مانع في اخلاقه، وفي خلل في تعليمه، وفي خلل في صحته، جاهلين ومرضى واخلاقه فاسده. والسابق اي اصلاح اخر يلا يصلح الخلل اللي في المجتمع. والعار اليوم انطرح على النساء بصفه عامه ان البلد فشلوا الرجال في تسييره وهم اللي فسدوه. نعتبر ان الرجال اللي في الشان العام هم دمروا البلد تدميرا. ولهذه الاسباب اعلنوا على بركه الله الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. أنا خديجة من سيدين، وشكرا.